غمضوا عينيكوا واسمعوني. تخيلوا معايا تجهيزات ماما اللي بتبتدي قبل رمضان بمدة كبيرة. تخيلوا معايا برضو خناقة كل يوم بتاعة مين اللي هيقوم يوضب السفرة. تخيلوا معايا كمان سفرة رمضان اللي ما بتحلاش غير باللمة. العادات الصغيرة دي اللي بنعملها كل سنة من غير ما نحس خالص. وتخيلوا إن هي الحاجات الصغيرة دي والعادات الصغيرة دي هي اللي بتخلق تفاصيلنا وملامحنا. افتحوا عينيكم لما تبقوا جاهزين. في رمضان مش دايما بنعمل عادات جديدة، لكن دايما عندنا عادات قديمة بتطفو وتظهر كده على السطح. يعني توزيعة الأم للأكل بكل حب على حبايبها، اللي دايما ما بيحبش يبتدي فطار رمضان غير بكوباية الشاي بلبن. الراجل الخير اللي كل سنة لازم يعمل مائدة رحمن. العادات الصغيرة دي هي اللي دايما 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 بتحسسنا بطعم رمضان. انتوا بقى ايه العادة بتاعت كل سنة في رمضان اللي لا يمكن تستغنوا عنها؟